صعدنا بالسيارات، ومو بس احنا عوائل وناس صعدونا الى بس مشوا بينا اشو هذا ليل وظلام، وصلنا وين هذا؟ اتذكر هاي الجمله، قالوا روحوا هنا، يعني احنا ما نبهتنا كل شيء، والدتي بس ظلت ساكته. بعد ما قريبين صرنا قريبين على الحدود، فجوي الضباط قالوا الشباب لا يعبرون. فامي قالت، مو بس امي، امهات قالوا ليش ما يعبرون؟ قالوا فد لحظه عندنا شغل، عندنا فد عمل شعبي. اتذكر هاي الجمله، عمل شعبي. امي الله يرحمها قالت يعني شنو عمل شعبي؟ امهات كلهم اعترضوا، ليش؟ قالوا حجي فد لحظه. فقسم من الشباب هذا المقطع اتذكره، ما ادري يعني خافوا وافتهموا، ركضوا وعبروا. من عبروا اتذكر هذا اللي كانوا الضباط اللي ويانا اللي يسفرونا بالسيارات ويانا خاله، لزموا الرشاشات علينا واحنا اطفال. بس اخويا اقول لك ذاك الوقت كان عمره 19 20 سنه، هو بالجند اللي رايح دا يخدم. لزموه علينا كلنا، ماكو شاب، اي واحد يعبر احنا نضرب. وبالفعل قاموا بالقاع يضربون طلقات قدامنا. فاحنا امي ما قالت ليش؟ قالوا عندنا فد لحظه شغل ونرجعهم. يابا انتوا وين تعبروا؟ احنا افتكرنا عندهم فالشغله فالشي، يسالون كان اسئله ويرجعون ويانا. واحنا اليوم وباكر وعقبه وشهر وسنه كل شيء ماكو. بس كان يوصل لنا عن طريق الخارج اخبار بانه الشباب كلهم اوقوهم واخذوهم ذبوهم بالسجون.